السلام عليكم ورحمة الله اخواتي وحبايبي، اخباركم ايه؟ ان شاء الله كلكم تكونوا بخير. طبعا شفتوا معانا الفيديو الاخير اللي اتكلمنا فيه عن مشاكل الصابون وعن الناس اللي بتشتكي منه، والتفاعل كان على الفيديو حلو قوي. والناس اللي بتعشق الصابون زينا كده وبتشاركنا في حب الصابون البلدي وبتعرف قيمته وبتعرف قيمة الزيت المستعمل. والناس كمان اللي اشتركت معانا وقالت افكارها وقالت اقتراحاتها وقالت حلولها للاخطاء اللي بتحصل مع الناس اللي بتعمل صابون وبتخليهم يكرهوا تصنيع الصابون. فأنا من خلال قناتي هنا بوجه لهم تحية كبيرة جدا وبشكرهم على مشاركتنا في الفيديو. النهاردة هنعمل صابون بالجمال اللي انتوا شايفينه ده، شايفين التحفة دي؟ أنا بالنسبة لي ده إنجاز. صابون ممتاز جدا، طبيعي 100%، بأقل المكونات هتطلعيه من الزيت المستعمل لما تحتفظي بيه بالطريقة اللي انت شايفاها دي. طريقة حلوة جدا لحفظ الزيت، وكمان هيمنعه من التزنخ. بصي، شوية قشور ليمون، شوية قشور يوسفي، شوية قشور برتقان. تسخني الزيت بس كده، تخليه دافي، تتحملي درجة حرارته وتنزلي بالقشور فيه وتحتفظي بيه في عبوة نظيفة، وبعدين تقفليها لحد ما تيجي تعملي صابون. هنا انا باخد الكميه اللي هشتغل بيها النهارده زي ما شفت معايا. خدت كيلو من الزيت، خدت 300 ملي ميه و180 جرام من الصودا، شويه اضافات بسيطه جدا هتطلعي بيهم الصابون الجميل اللي شفتيه في اول الفيديو. طيب انا سرعت المقطع بتاع المعايير دي لان انت طبعا معظمكم معانا في القناه القديمه ومعانا في القناه الجديده، فانتوا عرفتوا الخطوات دي كويس قوي. ولو عندك اي سؤال هتكتبوا لي في التعليقات وانا هقول لك على اصغر التفاصيل اللي انت عايزاها. الزيت بتاعي حلو جدا، حالته ممتازة، مليان مليان مروائح القشور واليوسفي والبرتقال، مليان تفاعلات يا جماعة. خلي بالك انت لو حاطة الزيت ده في ازازة بيبسي او اي ازازة للمياه الغازية ممكن يحصل تفاعل، لان بيبقى فيها نسبة من الصودا طبعا في المشروبات دي. فلما تحط الزيت وتقفليه وتقفلي عليه بالغطا كويس قوي، تيجي تفتحيه خلي بالك وخليكي حريصة. لو رجيتي الازازة هيحصل فيها فوران زي اللي بيحصل في ازازة الحاجة الساقعة بالظبط. فخلي بالك وحطي الازازه بتاعتك في طبق كبير عشان لو حصل معاكي الزيت ما يروحش منك. طيب انا نزلت بالصودا بعد ما بردت طبعا، دوبتها وحطيتها في حمام ميه زي ما شفت معايا، وبعد كده بردت. هنزل على الزيت وافضل اقلب لمده 10 دقايق زي ما بنعمل في كل الوصفات، وبعد كده بقى بريح شويه وارجع اقلب. بس بالمقادير دي وبالزيت اللي انت محتفظه بيه بالطريقه دي مش هياخد منك اكتر من ربع ساعه. انا قلبته وسبته ربع ساعه ورجعت له تاني، كان بالشكل اللي انتوا شفتيه. قلبته كمان 5 دقايق وصلت للمرحله دي. تمام، هبتدي بقى اصب الصابون بتاعي في اي فوارغ موجوده عندي، وقدمنا افكار كتير ومنها فكره جديده تانية النهارده باذن الله. ولو انت بقى حابه تطلعي الفنانه اللي جواكي كده وتخلي الصابون بتاعك مختلف كده ومميز، هتحطي له بقى سنه لون، سنه ريحه، معلقتين شاور. مثلا تحطي شويه نشا، تحطي معلقتين شبه، كل دي يعني معلقتين جليسرين، شويه عسل نحل. كل دي اضافات ممكن تخلي الصابون بتاعك ممتاز. لو ما عندكيش كل ده اعمليه بالطريقه دي، وانت كده خدت صابون طبيعي 100%. هيكون صالح لكل الاستعمالات، صالح لبشرتك، صالح لشعرك، صالح لاطباقك، صالح لغسيلك، صالح لكل حاجه. تعملي منه كل الوصفات اللي احنا عملناها قبل كده، سواء بريل برسيل جل، او تعملي منه شاور، او تعملي شامبو للشعر، او تعملي اي وصفات عملناها بالصابون الصلب. الصابونة دي هتاخدي منها نفس النتيجة. اللي انت شايفاها دي عبوات صابون برضو، بس كان جاي من بره الحقيقة، فانا خدتها عشان تديني الحجم والشكل اللي انت شايفاه كده بمنتهى البساطة. فكيتها واترمت، استفدت بيها وادتني حجم حلو للصابونة وشكل كمان جميل كمان للصابونة. وعايزة اقولك ان العبوات الكرتون دي حلوة قوي في صب الصابون، لانها بتمتص اي زيت موجود في الصابونه زياده. وهتلاحظي لو استعملتيها انها بتنشف الصابونه اللي جواها اسرع من الصابونه لو حطيتيها في كوبايه مثلا، او في علبه جيلاتي، او في قوالب سيليكون حتى. برضو بيتشافوا الاتنين، بس دي بتنشف اسرع وبتديكي صلابه اكتر للصابونه، لان هي بتمتص كل السوائل اللي ممكن او احتمال تكون موجوده معاكي في الشغل اللي انت عملتيه. تحطي بقى لون على ذوقك، تحطي ريحة على ذوقك، المهم تعملي صابون وما تبيعيش الزيت خالص، او ترميه او تخسريه، وتفوتي على نفسك فرصة كبيرة انك تستمتعي بتصنيع حاجة زي كده توفر لك وتنضف لك وتخليكي مودك حلو قوي. وجربي تنفذي الوصفة دي في كوباية زيت واحدة. ولوني بقى الصابونة براحتك، لو حابة تعمليها كده بالالوان وتكون مختلفة طبعا كده وشبه الصابون الجاهز، حطي اللون اللي على ذوقك، وحطي كمان العطر اللي على ذوقك، بس بشرط تكوني جايبة ألوان صابون صلب
وكمان روايح خاصة بالصابون الصلب، لأنها بتفرق عن الألوان والروايح اللي بتتحط في الصابون السائل. لازم تكون زيتية عشان تفضل ثابتة. براحتك بقى. وهنصحك في وصفة النهاردة أو أي صابون عايزاه له ريحة ثابتة ومميزة وواضحة جدا، تعملي الميكس اللي عملناه قبل كده مع بعض بين زيت الصنوبر وبين ريحة الليمون، ويا ريت تكون بقى فريدال من الأصلية. هتاخدي ميكس تحفة، ميكس نظافة، تشميه تحسي بالنظافة على طول كده. طبعا احنا غسلنا شرابات كتير مع بعض ودايما في كل مرة بناخد نتيجة حلوة جدا، لكن الصابونة بتاعتنا ما فيهاش النهاردة أي إضافات تخليها بتنظف أكتر. ما فيهاش غير زيت وصودا ومية، ومع ذلك هتنظف الشراب الصعب اللي شفتيه ده، لأن أساسا المادة الفعالة الرئيسية في الصابونة هي الصودا الكاوية، هي اللي بتنظف يا جماعة. أي إضافات بتحسن بس من شكل الصابونة، يعني تخليها بيضة أكتر، صلبة أكتر، بترقي أكتر، ريحتها حلوة بس. لكن الأساس في التصنيع هو الصابون البلدي بالزيت والصودا الكاوية بمقادير مظبوطة، وبعد كده ياخد فترة حضانته. انت كده عملت صابون ممتاز 100% صالح لجميع الأغراض. بلاش ترمي الزيت، بلاش تبيع الزيت ايا كان السعر اللي هتبيعيه بيه، عمره ما هيعوضك الخساره اللي بتخسريها لما ما تحولهوش لصابون وتخليه عندك في بيتك يوفر لك. وكمان هيفوت عليكي متعه كبيره جدا لما تعمليها انت بنفسك وتاخدي النتيجه اللي بتشوفيها معايا في كل الشغل اللي احنا عملناه مع بعض. انا هنا في نفس الميه بجرب لك الرغوه كمان، بالرغم ان احنا ما حطيناش لا بريل ولا شاور ولا تكسبون ولا سلفونيك ولا سكر حتى ولا اي حاجه تخلي الرغوه معانا بالشكل اللي انت شايفاه الجميل ده. هستنى تعليقاتكم على الفيديو، وبحبكم جدا. شكرا والسلام عليكم.